اهلا وسهلا بيكم في قناتنا وقناتكم الجديده قناه كوره فاميليا. ومن حظنا الجميل ان اول فيديو لينا يكون عن منتخب مصر، ولا هو عن الاهلي ولا الزمالك ولا اشمعنى دوت ولا اشمعنى ديه. منتخب مصر من ايام المعلم حسن شحاته، ربنا يطول في عمره يا رب ويشفيه ويشفي كل مرضانا، واحنا ما تفرجناش على اي كوره كويسه. وجابوا لنا مدرب وصل بينا لكاس العالم 2018 وكان بيقدم اداء يخلي الناس تكره الكوره واللي بيلعبوها واللي بيتفرجوا عليها، وضحكوا علينا وقالوا لنا احمدوا ربنا ده وصلكوا كاس العالم والبطوله الافريقيه. اداء منيل ب60 نيله في كاس العالم، وخدنا المركز رقم 31 من ال 32. انت فاكر انت عملت ايه في بطوله 2017؟ انت في مباريات المجموعات اول ماتش لعبت فيه مالي 0-0، الراجل لو هاجم ضغطه يعلى. طب تاني ماتش لعبت اوغندا وكسبتها 1-0 في الدقيقة 87. ما عندكش مفاتيح يا حرام، الراجل الكوالين كلها مقفلة، ما بيعرفش يهاجم يا جماعة. وفي الماتش التالت كسبت غانا 1-0 من كرة ثابتة لابو صلاح الخطير. ولما لعبت بعد كده هو الدور المتقدم لعبت المغرب، المباراة الخطيرة اللي مصر كلها كانت مستنياها وكله عمال يحشد، بقالنا نهين سنة يا جماعة مش عارفين نكسب المغرب. يلا بينا نلعب. المغرب ماسكاك طول الماتش عمالة تلعب عليك، والدفاع بتاعك يا حرام بيلالي. لكن عشان ربنا كريم وقال لك حرام الناس اللي قاعدة في القاهرة دي ضغطها يعلى أكتر من كده، وده والضغط بقى غالي. الكابتن كهربا نتش كوره بدماغه جابها جون وخلص الماتش 1-0 والحمد لله. قبل الماتش اللي بعده قدام بوركينا فاسو، بوركينا فاسو كانت في حالة ممتازة. أنا أعتقد إن العارضة والقائم كانوا متسجلين معانا اللعيب رقم 12 و13. الناس دي لعبت علينا لعب متوحش، لكن ربنا كريم الحمد لله قدرنا نوصل لضربات الجزاء الترجيحية ونعدي المباراة. وحصلت المعجزة ووصلنا النهائي وهنلاعب الكاميرون، وبدأت الناس نفسها تفتح وتقول يلا بقى هنلعب ماتش حلو، عايزين كده نتفرج على كورة. انت لعبت النهائي، يعني انت لو خسرت هتاخد تاني البطولة، ولو كسبت هتبقى بقى انت البطل. العب بقى، العب واستمتع. بس الراجل الله يبارك له قافش في الدنيا. لا، زي ما انتوا يا رجاله، لو حد فكر يعدي خط الوسط هكهربه. العب دفاع وارمي لابو صلاح. والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، اتغلبنا من الكاميرون وراحت البطولة. الراجل اللي طلعك بعد 3 سنين خلاك تلعب بأداء زي الطين، وكملنا في تصفيات كأس العالم ووصلنا لحد المباراة المصيرية، آخر مباراة في المجموعات على ما أتذكر كانت قدام أوغندا. وفاكرين كلنا اللقطة بتاعت أبو صلاح لما وقع على ركبه وكان متأثر بسبب الجون اللي جه فينا في آخر دقيقة. والراجل عمل التغييرة اللي دايما كان بيعملها ونزل تريزيجيه، وتريزيجيه ساعتها نزل وجاب لنا ضربة الجزاء، والإعلام كله أشاد بأبو صلاح اللي جاب ضربة الجزاء، مع إن تريزيجيه هو اللي نزل وولع المباراة وقدر ياخد ضربة الجزاء. بس يلا، هو سبحان الله هي أرزاق. ولما خلاص حصلت المعجزة ووصلنا كأس العالم، بدأ الإعلام بعض الأصوات فيه تطلع وتنادي وتقول كده كفاية، لا ده كده كتير، كفاية علينا جدو عبده، ونشوف لنا بقى حد بيفهم في الكورة وفي أساليب الكورة الحديثة يخلينا نلعب كورة. لكن طلعت أصوات مضادة بتقول لا يا جماعة، الراجل ده حقق المستحيل، ده وصلك بطولة أفريقيا تاني اللي احنا قلنا من شوية ان احنا ما صعدناش بقالنا 3 سنين، وصعدك كاس العالم اللي بقالك نهنه سنة برضه يا حرام ما بتصعدش. في حين يا جماعة احنا صعدنا عشان غانا هي اللي كانت وحشة، مش احنا اللي كنا حلوين. وفعلا الراجل كمل ودخل بيك كاس العالم، هو دخل بيك فعليا كاس العالم وقدم مباريات
لوز اللوز. وفي المباراة الأخيرة اللي هنلعب فيها السعودية، الناس كلها كانت منتظرة إن إحنا نقدم بقى أداء كويس. ما إحنا خلاص كده كده خارجين، والناس حجزت الطيارة، نلعب بقى ماتش حلو، ماتش جميل، نحاول نجيب جون واتنين ونكسب. لكن الراجل علشان خاطر هو رايح فرح وبينقط، فقالك كل اللي نفسه في حاجة نعملها له. مين نفسه يلعب؟ فلان عايز يلعب وعلشان خاطر يوصل لعدد مباريات دولية معينة ويبقى اسمه لعب في كأس العالم، يلا نلعبه. فلان ناوي يروح يعمل مش عارف ايه، يلا مش عارف ايه. ولعبت مباراة والحمد لله خسرنا من السعودية، وفي الآخر بقينا في المركز 31 من ال 32 فريق. بعد المرحلة المأساوية دي راح جابوا لك الكابتن أجيري. بطولة أفريقيا بتلعب في أرضك، منطقتك، الأمور متسيطر عليها، اللعيبة لعيبتك، الجماهير جماهيرك، والدنيا حلوة. الراجل خسر من جنوب أفريقيا وخرج من البطولة. مع السلامة يا قلبي. بعد كده دخلنا في مرحلة الكابتن حسام البدري، ما لحقناش نلعب على ما أتذكر، إحنا ما كناش بنلعب أصلا، مش فاكر ليه. وبعد كده دخلنا في مرحلة كيروش، يعني مدرب كويس وبيفهم، وواضح انه جه غلطة. الراجل لعب في بطولة افريقيا، اول ماتش كان طين الطين. لعبنا اعتقد كان قدام نيجيريا، وناس كتير كانت يعني هتخش السجن بسبب السب والقصف اللي كان بيحصل في المباراة دي. لكن الحمد لله، لان هو مدرب بيفهم، رتب اوراقه بسرعة. وفعليا احنا لعبنا مباريات في البطولة دي محترمة. من ناحية التنظيم، لا، الراجل فعلا بيخلي الفرقة شكلها حلو، بيدافع زي الراجل اللي كان معاه العكازين من فترة، لكن دفاع شكلك فيه محترم، تحس ان فيه تنظيم، في خطوط قريبة لبعضيها، في ناس عارفة، في جملة، في مش عارف ميزو يطلع زيزو يجرع، سيكو يحمل كده، في حركات. الراجل ده لو معاه جيل أشد شوية من كده كانت الأمور هتختلف تماما. وطبعا زي ما اتفقنا، لأن الراجل راجل كويس، ما ينفعش يقعد بقى، يعني هتبقى عيبة في حقنا. قال لك لا، سلام بقى. المهم الراجل اتكل على الله، وبعد كده حصلت مفاوضات متوحشة. قال لك احنا هنجيب مدرب بمواصفات خاصة، يكون بيلعب كرة هجومية، وبيختار لعيبة اللي هي ويجي وفقا لتوجهاتنا. احنا عايزين نلعب كرة حلوة ومدرب حلو ومعانا مشروع. رجع تاني الإعلام، بعض الأصوات فيه تقول يلا نجيب مدرب مصري، واتعرض اسم الكابتن حسام حسن تاني. انا نسيت اقول لك، لو انت مش واخد بالك، ان الكابتن حسام حسن الناس كانت بتطالب بيه اصلا ان هو اللي يخش بالفريق بتاعنا فعاليات كاس العالم في 2018. بس طبعا قال لك لا، ما ينفعش نسيب جوهرة مكنونة زي ديت، لان الراجل وصلنا كاس افريقيا اللي بقالك 3 سنين ما بتصعدوش، يبقى ده راجل لازم يكمل بيك كاس العالم في 2018. وقال لك لا، حسام حسن لا. الملف ده مسكوا ناس الله يبارك لهم، اللي جابوا لنا روي فيتوريا. الغريب في الامر ان روي فيتوريا الناس كلها كانت متوقعه له انه ينجح. النادي الاهلي كان قبلها بفتره بيفاوضوا، والراجل رفض. الحمد لله انه رفض، الحمد لله، بعيد بعيد. وقال لك لا، انا همسك منتخب مصر، رغم ان المفروض من الطبيعي ان انت بيقول لك دايما في فرق ما بين مدرب المنتخبات ومدرب الانديه. تفهمش الراجل كان عايز يريح ولا ايه؟ قال لك انا امسك منتخب الفتره ديت، وده الناس دي عندها مشروع ومشروعهم حلو. فالراجل جه، وطبعا احنا عارفين اللي حصل، الله يبارك لهم،
وراح حلم صعود كاس العالم 22 اللي في قطر، اللي اعتقد ان احنا لو كنا رحناه يعني بنلعب في دولة عربية وجماهير عربية، ان شاء الله كنا هنبقى افضل طبعا، وكنا هنقدم اداء الى حد كبير كان هيبقى كويس. عشان كده احنا دلوقتي بقى مستقتلين. احنا معانا الكابتن حسام حسن اللي الناس كانت بتنادي من 2018 هاتوا لنا الراجل الجميل ده يخش بينا كاس العالم، عايزين نلعب كورة هجومية، عايزين نجيب اجوان يا جماعة، كفاية بقى دفاع، خلاص اتخنقنا، احنا بندافع ومش عارفين ندافع. طب نهاجم، يمكن لما نهاجم نفلح. واضح ان شاء الله ان الكابتن حسام متفق معانا في وجهة النظر دي. حتى هو في المباراة الودية بتاعت السعودية اللي خلصت 4-0 دي، هو نازل وعارف ان هيرفي رينارد مدرب متوحش. الراجل ماسك منتخبات كتير وحقق نجاحات كبيرة في بطولة أفريقيا وعلى مستوى كأس العالم، على مستوى الأداء والنتائج إلى حد كبير. فكان لازم يعمل له ألف حساب. لذلك كان بيلعب دايما بأسلوب الزون، والكورة أول ما بتيجي بتتعمل المرتدة المحترمة. الراجل استغل سرعات لاعبتنا بطريقة ممتازة. وهتلاقي في حد بيقول لك السعودية برضو المنتخب بتاعها ما كانش كويس، في اخطاء غريبه كانت بتحصل وكانهم ما كانوش يعني مستعدين او في حاجه مش فاهمينها. لكن على الجانب الاخر طب ما احنا ممكن برضو ما كناش نعرف نستغل الفرص دي. يعني اسلام عيسى خد الكوره وزو كده، وكان ممكن يروح شايطها في البعيده، كان في 3-4 تنفار وتطلع بدماغ واحد، لا الراجل راح خاطفها ارضيه في القريبه، جون الف هنا وشفا. وزيزو اللهم بارك استخلاص الكوره من المدافع لما طولت منه تشيب الخفيفه كده، اوعى حاجه كده، فاهم؟ في لعب اللي انت جايب اللعيبه اللي تقدر تعمل لك الخطه دي. تريزيجيه بقاله فتره طويله مع النادي الاهلي بيستغل ضربات الراس، وواضح انه بيتدرب عليها ده اكيد. وواضح ان في استغلال لامام عاشور، كرة بتجيله يروح تك وصل لك اللعيب، خلاص مرتدة محترمة. يعني الماتش ده احسن حاجة فيه ان هي اثبتت للجميع، علشان حتى الناس اللي عاملة نفسها مش واخدة بالها ان الاهلي ما عندوش مدرب. الراجل في المنص مش عارف يستغل اللعيبة، مع ان يعني ما شاء الله مع احسن لعيبة موجودة. يعني اللعيبة اللي كانت بتلعب في ماتش السعودية هي اللي كانت بتلعب مع الأهلي. لو كل واحد بس هو لو غش مسك ورقة وقلم كده، وحد كده من الناس اللي معاه ولا الراجل اللي بيترجم له، لحسن يكون الراجل ما بيشوفش كويس، قال له خد بالك ده اسمه إمام أشور دوت نمبر 8 حطه هنا كده اهو، ونمشيها مع الراجل. يمكن الراجل يكون عنده حاجات مهزهزة مش مخلياه مربط السلوك في بعضيها. نتمنى ان ماتش يوم الثلاث اللي قدام اسبانيا نستكمل تجربة طريقة اللعب المحترمة اللي لعبنا بيها قدام السعودية. حتى لو خسرنا نعرف احنا خسرنا ليه، ونقدم اداء دفاعي محترم هنا المقصود بيها دفاع منظم. لكن الكرة تيجي نشتت، يبقى دايما هتفضل مضغوط ومش عارف تعمل هجمة ولا مرتدة. اتمنى ان اول فيديو على القناة يكون كان فيديو خفيف على قلوبكم،